كان فيه شاب اسمه حسام، دايما مستعجل، عايش حياته بسرعة، بيجري ورا كل حاجة، فلوس، شغل، شهرة. ما كانش بيهتم بأهله، ولا بأصحابه، ولا حتى بنفسه. كل همه إنه يوصل أسرع من الكل. في يوم، حسام دخل قهوة صغيرة يرتاح، لقي راجل عجوز قاعد لوحده، قدامه كرسي فاضي. الراجل ابتسم له وقال: اقعد معي شوي، الدنيا مش هتطير. حسام ضحك وقال: آسف يا عم، ورايا شغل كتير. الحياة سباق. رد عليه الراجل بحكمة: ألي بيجري بسرعة، بينسى يستمتع بالطريق، وبيتفاجأ إنه سبق كل الناس بس قاعد لوحده. حسام استغرب من الكلمة، لكن كالعادة تجاهلها ومشي بسرعة. مرت السنين، حسام نجح، بقي غني ومشهور، بس لما رجع لبيته في يوم، لقي التليفون ساكت. مفيش حد بيكلمه، مفيش أصحاب، حتى أهله تعبوا منه. وبص حواليه، لقي كرسي فاضي. افتكر وقتها الراجل العجوز، والكرسي اللي كان بيستناه، والابتسامة اللي رفضها عشان كان مستعجل. ومن يومها، حسام أتعلم: مش المهم توصل الأول، المهم توصل ومعاك ناس بتحبك. وفي الآخر، لو القصة لمست قلبك، صلي على النبي واشترك في القناة، واخليك ديما فأكر، خليك بطيء وقت الحب، وسريع وقت الغضب.